إيه الحاجة اللي بتعملها يوميًا وممكن تخلّيك تكسب حسنات من غير أي مجهود؟ عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الرسول صلى الله عليه وسلم بيوضح لنا حاجة جميلة جدا في الحديث ده، إن كل فعل بنعمله مرتبط بنية، والنية دي بنثاب عليها. ممكن تكون بتاكل أو بتشرب أو حتى بتنام أو بتعمل أي حاجة في يومك، الفكرة كلها تكون محضر نيتك إنك تثاب على الحاجة دي. لكن ركز، المقصود من كل حاجة هو البر فيها، يعني الخير، مش المقصود منها الشر في الأساس. مثلا لو حد بيساعد أهل بيته بنية البر بياخد أجر، لو حد قايم يذاكر عشان ينفع نفسه وينفع المسلمين اللي حواليه بياخد أجر، لأن كل فعل أي بني آدم بيعمله فيه خير ده بيبقى عليه عبادة. بس الفكرة كلها تكون محضر النية وتكون فاهم معنى الحديث. جدد نيتك في كل حاجة بتعملها، وحول عاداتك العادية لعادات تكسبك حسنات. كان معاكم يوسف عصام في اليوم الأول من سلسلة الشرح.